بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. وأقدم لحضراتكم 50 قرش أو العملة الفضية التذكارية المتداولة التي تداولت في مصر من بعد ثورة 53. نبدأها بنصف جنيه الجلاء. نصف الجنيه الجلاء ده الوجه فتاة فرعونية تحمل شعلة تتخلص من القيود التي في يديها، دليل على التخلص من الاستعمار الذي كان يستعمر مصر. تتحرر من أغلالها، هو كناية عن الاستقلال. ظهر العملة جمهورية مصر، والفئة والتاريخ 1956 كما هو موضح أمام حضراتكم. النسر الفرعوني رسم لجناحي النسر الفرعوني. الوزن 28 جرام، العيار 900، وهذه القطعة تتفرد بهذا العيار، فهذا العيار هو العيار الوحيد التي سكت به قطعة عملة مصرية متداولة. العدد 250,000 قطعة. هذا هو الإصدار الأول من 50 قرش المصرية. الإصدار الثاني من 50 قرش المصرية تذكار تحويل مجرى نهر النيل، عملة تذكارية 50 قرش متداولة. مجرى تحويل، تذكار تحويل مجرى نهر النيل. الوجه مجرى النيل، قناة التحويل 15 مايو سنة 1964. الظهر الفئة 50 قرش طبعا، أو التاريخ 1964، والعدد 250,000 قطعة. عملة تذكارية متداولة بعد 50 قرش، تخليد ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر. الوجه نقش صورة للزعيم الراحل. الظهر الجمهورية العربية المتحدة، والفئة